مساء الخير حبايبي، وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو. وصفتنا النهاردة على قد ما هي بسيطة في مكوناتها وتطبيقها، على قد ما هي فخمة جدا ووجبة شيك وتنفع على أي سفرة في أي عزومة. كان معايا هنا كمية من اللحمة، حوالي 6 قطع كبار شوية، قطعتهم شرايح ناعمة جدا يعني تشبه شرايح الشاورما. ويا ريت لو تقطعيها وهي نص تتليجة، هتكون سهلة جدا معاكي. حلة سخنة على البوتاجاز. أكلتنا النهاردة كلها في حلة واحدة، وأنا عارفة إن انتوا بتحبوا الموضوع ده قوي. طبعا نزلت بشوية زيت والحلة تكون سخنة، ونزلت بقطع اللحمة اللي أنا مقطعاها صغير جدا. طبعا انتي تقطعيها الحجم اللي تحبيه، ولو حابة تعملي قطعة صحيحة زي ما هي مفيش أي مشاكل. حطيت شوية بهارات لحمة مع فلفل أسود وشوية صغنطتين جدا، حوالي ربع معلقة من القرفة، وهخليها تاخد تشويحة كويسة جدا زي ما انتوا شايفين. عايزاها كلها تكون متحمرة بالشكل الحلو ده. وبعدين هنزل عليها ببصلاية كبيرة مبشورة. ما اقولكوش هنا الريحة كانت عاملة ازاي يا جماعة، كانت جايبة لآخر الدنيا. والطريقة دي أنا هعتمدها في كل أنواع الخضار اللي هعملها. تابعوني للآخر، واللي وصل لهنا اللايك والشير والتعليق الحلو، بحبكم جدا يا أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا. لما البصلايه اخدت معايا تشويحه او تحميره حلوه كده مع اللحمه، نزلت بمعلقه كبيره من الصلصه، ونزلت بحوالي نص شفشق من عصير الطماطم متصفي كويس جدا، ونزلت بالملح وشويه سكر تعادل الحموضه. هديله تقليبه وهسيب اللحمه تعيش حياتها مع الصلصه، كله ياخد ويدي كده مع بعضه لحين لما تستوي. بعد ما استوت ومش هتاخد معاكي اي وقت لاننا مقطعينها قطع صغيره جدا، هبتدي ان انا طبعا اظبط الملح واشوف قوام الصلصه. هزودها شويه ميه من الكتل بحيث تلائم الخضار اللي انا هنزله. انا هنا اخترت في الوصفه دي البطاطس المكعبات، تقدري تنزلي بسله، كوسه، اي حاجه. هنزل بهارات مقدار بس البطاطس، شويه بابريكا، فلفل اسود، شويه كمون، واحنا بالفعل كنا مبهرين اللحمه. وهنظبط الملح ونسيبها يدوب مكعبات اللحمه مع البطاطس تكمل السوا. ما اقولكوش في الوصفه دي قد ايه الخضار بيكون طعمه جميل، غير لما بتسلقي اللحمه وتعملي لها طبعا شوربه او لسان عصفور وتعملي الخضار لوحده. لما تكوني مستعجله واولادك مش حابين شوربه النهارده، تعملي كله في حله واحده. الموضوع بيبقى جبار يا جماعه، اكله فخمه جدا كده في نفسها زي ما انتوا شايفين. وهنا ما كانتش محتاجه اي حاجه غير شويه رز بشعريه، وبوله كده جنبها تحطي فيها البطاطس باللحمه. انا عن نفسي لو عندي اي عزومه، صنف جميل جدا مميز جدا عجب الاولاد، تعملي نفس الطريقه بس بدل البطاطس باميه زي ما قلتلك، اي نوع تحبيه تاني. وبالف هنا وشفا. اتمنى اكون خفيفه على قلوبكم وتكون وصفاتي بتعجبكم. بحبكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.